الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة وعدد جديد من برنامجكم روضة رمضان. وفي هذا العدد بإذن الله تبارك وتعالى سنطرح موضوعا متعلقا بالسيرة النبوية، ومرتبط أيضا بشهر رمضان. ونحن في هذه الأيام المباركة نستذكر وقعة عظيمة وقعت في تاريخ الإسلام، وهي غزوة بدر الكبرى، وكانت في السنة الثانية للهجرة، وسميت بغزوة بدر لأنها وقعت في مكان يسمى بدرا بين مكة والمدينة. قد خلد الله جل وعلا ذكر هذه الوقعة العظيمة في كتابه الكريم، وكانت في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك. وأصلها، قبل أن نتيح الفرصة لشيخنا الفاضل، أصلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رصد قافلة كانت آتية من الشام، وكان على رأس تلك القافلة أبو سفيان قبل إسلامه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رصد هذه القافلة وأرادها حتى يضعف شوكة الكفار، ولم يكن ينوي الحرب والمعركة، لكن وقعت بعد ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، دون عزيمة من المسلمين على قتال الكفار. وفي استضافة شيخنا الفاضل المبارك الشيخ يوسف قاسيمي حفظه الله، شيخنا الفاضل، لا شك أن هذه غزوة عظيمة